أعرف حد حصل له مشكلة كبيرة جدًا في قلبه بس بسبب اللثة بتاعة أسنانه، فهل أنت عارف إن التهاب اللثة مرتبط ارتباط وثيق جدًا بمشاكل القلب؟ فالموضوع أكبر بكتير جدًا من شوية دم بينزلوا وأنت بتغسل أسنانك، التهاب اللثة المزمنة معناه إن في بكتيريا بتدخل الدم في الدورة الدموية بشكل مستمر ومتكرر، والأبحاث أثبتت إنها ممكن تزود احتمالية مشاكل القلب أو تسبب لك مرض السكر. أو ولادة مبكرة عند الستات الحوامل، وأوقات بتكون التهابات بسيطة جدا عادي، شوية جير متراكمين على الأسنان أو عدم اهتمام بغسيل الأسنان ونظافتها لمدة مثلا 3 4 5 أيام ورا بعض، طبيعي إن اللثة تلتهب. فالالتهابات البسيطة دي ممكن مع الوقت تبقى التهابات مزمنة ويبقى تأثيرها كبير جدا على الجسم وأنت مش واخد بالك. طب إزاي يا دكتور أعرف إن أنا عندي التهاب؟ أول حاجة لثة بتنزف، تاني حاجة ريحة فم مش لطيفة، تالت حاجة تراجع في اللثة وتحس إن أسنانك بتطول في الحجم. طب والعلاج بتاعها إيه يا دكتور؟ ببساطة جلسة تنظيف جير ومتابعة ونظام بسيط للعناية اليومية. بس كده يا سيدي. اهتم باللثة زي ما بتهتم بالأسنان بالظبط، لأن هي اللي بتحافظ على الأسنان، ودايما مشاكلها بتبدأ بسيطة لكن بتنتهي بمشاكل كبيرة. سلام.